ليه في ناس بتخاف تاخد دواء كوليسترول رغم ان الدكتور بيأكد انه ضروري طبقا لحالتهم؟ خليني اقول لك الحقيقة اللي اغلب الناس مش عارفاها. اولا خلينا نعرف ايه هو اصلا الكوليسترول. الكوليسترول مش مادة سامة ولا خطر في حد ذاته، ده مادة دهنية الجسم بيصنعها طبيعي من الكبد، ومهمة جدا لتكوين الهرمونات وفيتامين د والحفاظ على جدران الخلايا وبناء أغشية الخلايا، يعني جسمك محتاجه عشان يعيش. لكن المشكلة بتحصل لما يزيد عن الطبيعي، خصوصا نوع الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL. طيب ايه هي مصادر الكوليسترول؟ الكوليسترول بيجي من نوعين، نوع داخلي الجسم نفسه بيفرزه زي ما قلنا من الكبد حوالي 70%، وفي نوع خارجي بيجي منين؟ بيجي من الاكل زي اللحوم، المقليات، الزيوت المهدرجة. من الاخر اي حيوان بيمشي على الارض اعرف انه مصدر للكوليسترول، لكن اي حاجة بتتزرع في الارض زي النباتات اعرف ان ما فيهاش كوليسترول. طيب عرفنا هو الكوليسترول وبيجي منين، ايه هي بقى انواع الكوليسترول؟ اهم 3 انواع هنقولهم. هو اول نوع ال HDL، وده الكوليسترول المفيد اللي بيقلل الكوليسترول الضار فبيظبط المعادلة. تاني نوع هو ال LDL، ده بقى الكوليسترول الضار واللي عليه الكلام كله، واللي بيؤدي الى الجلطات وتصلب الشرايين، وده اخطر نوع. تالت نوع وهو الترايجليسرايد، برضه زيادته خطر وبتؤدي الى التهاب حاد في البنكرياس، يعني برضه لو عالي لازم ننزل. طيب خلينا نتكلم عن علاج ارتفاع الكوليسترول وازاي ننزله. اول حاجه علاج الطبيعي، مش كل حاجه ليها علاج بالدواء، في علاج طبيعي. العلاج الطبيعي ده يتعمل سواء هتاخد دواء او لا، لكن لو سنك صغير ومفيش امراض مزمنه ممكن تبدا بخطوات طبيعيه فعاله، وهي لوحدها تجيب نتيجه من غير ما تحتاج تاخد اي دواء. ركزوا معايا في الكلام اللي هقوله وطبقوه على قد ما تقدروا. العلاج الطبيعي مقسم لنصين، حاجات تمنعها وحاجات تعملها. اولا خلينا نتكلم على الحاجات اللي تمنعها. اول حاجه لازم تمنعها او تقللها جدا هو السكر بكل مشتقاته، سواء سكر بقى بتحطه على الشاي بتاعك او على العصير. يعني لو بتاخد لك معلقتين سكر مثلا على كوبايه الشاي، حاول تقللها بالتدريج لحد ما توصل مثلا لربع معلقه او تمنعه خالص. هتقول لي طعمه وحش قوي يا دكتور، هقول لك عادي جدا هتقدر تتعود عليه. وبرضه الحلويات هي معموله من السكر. تاني حاجة لازم تمنعها أو تقللها خالص وهو الدقيق الأبيض، برضه على قد ما تقدر، يعني لو بتاكل رغيف يبقى ربع وهكذا. تالت حاجة لازم تمنعها وهي الزيوت المهدرجة. يعني ايه الزيوت المهدرجة؟ يعني أي حاجة مقلية في زيت، أو مثلا الجبنة اللي بنشتريها ومش واخدين بالنا إنها مش طبيعية وتلاقي مكتوب عليها نبات الدهن، دي جاية من زيوت مهدرجة. كل ده نمنعه طبعا على قد ما نقدر. طيب دي الحاجات اللي نمنعها، ايه بقى الحاجات اللي نعملها؟ ركز معايا بقى. اول حاجة لازم نتمشى على الاقل في اليوم من 20 ل 30 دقيقة يوميا، او اي رياضة نعملها. لازم وما تلومش لنفسك في الموضوع ده بالذات، والاهم دايما في موضوع الرياضة الاستمرارية اكتر من الكم. تاني حاجة نعملها نستخدم زيت الزيتون بدل الزيوت العادية، بس ما تحمروش ويبقى انت كده خليته مهدرج وكده ما عملناش اي حاجة. تالت حاجة نعملها ناخد حبوب أوميجا 3، تكون بتركيز 1000 مللي جرام مركز عشان تاخد أعلى تركيز منه، ده بيزود الدهون المفيدة. وكنا اتكلمنا على الأوميجا 3 قبل كده في فيديو، ممكن تقدر تشوفه أو تشوف اللينك بتاعه هتلاقيه في الوصف تحت. تالت حاجة نقدر نعملها ناكل شوية مكسرات يوميا، بس برضو ما تكونش مكسرات مقلية، تكون مكسرات نية، ويكون كمية مش كبيرة، يعني كمية معقولة، يعني برضو دي بتعلي الدهون ومفيدة. رابع حاجة نقدر نعملها إن إحنا نزود الألياف على قد ما بنقدر. ليه؟ لأنها بتمسك الدهون في المعدة وتنزل بيها في البراز وتقلل امتصاصها، زي طبق السلطة بس يكون قبل الأكل. مفعوله فظيع جدا في الموضوع ده. وحط في الطبق اللي انت عاوزه بقى خيار، طماطم، فلفل، جرجير، اللي انت عاوزه. لو ظبطت الحاجات دي كلها تظبط معاك ان شاء الله. بس خد بالك في ناس السبب عندهم وراثي، وساعتها العلاج الطبيعي مش كفاية، هو هينزل شوية بس هنا بقى لازم الدواء يخش ويساعد. خلينا بقى نتكلم عن العلاج بالأدوية، وبالأخص احنا جايين نتكلم عن أدوية الاستاتين. أدوية الاستاتين بتقلل تصنيع الكوليسترول من الكبد، وخاصة الضار اللي هو ال LDL اللي احنا قلنا عليه هو أكثر الأنواع ضررا. لكن للأسف ناس كتير بتخاف إنها تستخدم الأدوية دي بسبب شائعات وكلام كتير عن الأدوية دي. خلينا بقى نوضح الأعراض الجانبية الحقيقية، وهنقسمهم لنوعين. أولا الأعراض نادرة الحدوث، ممكن تقلل التستوستيرون بنسبة بسيطة جدا فبتقل الرغبة الجنسية عند الرجال بشكل طفيف جدا، بس طبعا ده مش ملحوظ وبيحصل مع عدد قليل من الناس، ومش ملحوظ زي ما قلنا، وحالة تعتبر نادرة شوية انها تحصل بس لازم تتقال. تاني حاجة من الأعراض النادرة إن في دراسات بتقول إن ممكن أدوية الاستاتين تزود احتمال الإصابة بالسكر، بس بنسبة بسيطة جدا، وبرضه ده حاجة نادرة وغير ملحوظة إلا في قليلة من الناس، بس برضه دي حاجات ملحوظة. طيب خلينا بقى نتكلم على الأعراض اللي هي ممكن أكثر ملاحظة أو أكثر شيوعا.
في بعض الأدوية في أدوية الاستاتين ساعات بتزود إنزيمات الكبد عند بعض الناس، عشان كده يفضل دايما تحلل إنزيمات الكبد قبل العلاج وبعد ما تخلص أو أثناء الكورس، عشان تعرف بيعلى إنزيمات الكبد ولا لأ. ودي برضو متقلقش منها، لأن الارتفاع بيروح بمجرد ما توقف الدواء، ومفيش خوف. والدكاترة ممكن كمان لو الحالة شديدة يخلوك تاخد أدوية استاتين مع إن إنزيمات الكبد عليت سنة. المهم انها ما تكونش النتيجه بتاعت اثبات الكبد تضاعفت مرتين او 3 مرات، هنا لازم الدكتور هيوقفه. وزي ما قلنا بتبقى حاله عارضه، بمجرد ما بتوقف الدواء انزيمات الكبد بترجع لطبيعتها تاني. برضو واحد من الاعراض المشهوره انها ممكن تسبب الم او التهاب في العضلات، وده بيحصل لنسبه قليله جدا من الناس، بس بيحصل وملحوظ العرض ده. لكن لو حصل وجالك الم عضلات شديد اول ما خدت الدواء، هنا لازم توقف الدواء مباشره وترجع للطبيب. طيب حيرتني يا دكتور، يعني ناخده ولا ما ناخدوش؟ بص، القرار دايما بيرجع لحاجه اسمها البينيفيت ريسك ريشيو. يعني ايه؟ يعني هل فوائد الدواء ده اكبر من مخاطره ولا لا؟ وهل المريض عنده ضغط او سكر او امراض قلب او امراض وراثيه قويه للكوليسترول؟ ساعتها الدواء بيكون ضروري جدا ومفيش مفر منه. اما لو مفيش عوامل خطر، ممكن نبدا الاول بالنظام العلاج الطبيعي اللي قلنا عليه في التغذيه، ونشوف النتيجه ونقرر هل هيبقى كفايه ولا نضطر ناخد دواء معاه. ما تصدقش كل اللي بيتقال على السوشيال ميديا. الاستاتين دواء مهم جدا ومفيد، وبيمنع جلطات ومشاكل كبيرة جدا، واللي بيحدد احتياجك ليه من عدمه هو تحاليلك والدكتور، مش اي حد تاني. والمهم دايما نمشي على اسلوب حياة صحي مهما كان وضعك. واخيرا، الله يديم عليكم الصحة والعافية. ولو استفدتم من معلومة ما تنسونيش من لايك ومتابعة، وما تنساش تشارك الفيديو ده عشان توصل للمعلومة الصح للناس. والسلام عليكم.